عمرو دياب بيقول ايه؟ حبايب ايه؟ حبايب مين؟ عشان الشكل مضطرين. حقيقي بقى ربنا يكفينا شر العلاقات اللي الناس مكملة فيها لمجرد الشكل أو لمجرد اعتبارات كتيرة جدا خاصة بكل علاقة. تعالوا بس نتكلم كده بمنتهى الهدوء والمنطق. مؤخرا بقى كتير جدا من المتجوزين مكملين تحت الشعار ده، احنا مكملين بس عشان الشكل. وفي النص كده عمرو دياب بيقول لو الغلطه ان احنا اخترنا دي غلطه اكيد ما نقصدهاش. والجمله طبعا اللي اصحاب العلاقات دي بيقولوها على طول انهم بنسبه كبيره كمان مكملين عشان الولاد. حقيقي ده شيء نبيل جدا وحاجه تحسب جدا للاشخاص دي. بس هل البيوت اللي فيها ناس مكمله لمجرد بس انها بتزق في الحيطه كده عشان الحياه تستمر، دي بيوت هتطلع ولاد كويسين؟ دي بيوت اصلا هيكون فيها اب وام بالهم رايق كده ان هم يعملوا حاجه كويسه عشان ولادهم ولا هم نفسهم يكونوا سعداء؟ بنسبه كبيره لا. خلينا بس نأكد على حاجة، أكيد الكلام ده مش دعوة إن الناس دي تسيب بعض، بس دعوة إن هم يلاقوا صيغة للتفاهم مع بعض. لازم يكون في بينا طريقة ما، حتى لو قرار الاستمرار عشان الولاد ده ما ينفعش ليه أي بديل تاني. لازم نوجد مساحة إنسانية في العلاقة دي. العلاقة دي ما ينفعش تبقى علاقة كده بنعدي جنب بعض في الشقة واحنا ما بنكلمش بعض خالص واسمنا مستمرين عشان الناس أو عشان الولاد. في شكل تاني بقى من العلاقات العاطفية، الناس فيه بتكون حقيقي واصلة لمرحلة إنها أصلا مش طايقة بعض بس مكملة مع بعض. وناس كتير هتكون معايا في الرأي ده. في علاقات كده بنبقى فيها شبه غرام الأفاعي، إن إحنا الاتنين مش بنحب بعض بس خلاص بقى الظروف وتتابع الأحداث والتفاصيل اللي بقت متداخلة مخليانا لازم نكمل. العلاقات دي من أخطر ما يكون على أصحابها. ساعات بقى بيكون الاعتبارات شبه إن إحنا هنبتدي تاني من الأول مع ناس تانية، وفي الضيقات بقى بيكون في اعتبارات شبه إن إحنا خلافاتنا مع بعض كانت كتير قوي وكأن كل حد فينا ليه حق عند التاني ونكمل في العلاقة لحد ما ياخده بطريقة أو بأخرى. علاقات مؤذية بكل ما تحتوي الكلمة بمعين. لو انت في علاقة عنوانها كده ان انت مكمل عشان الشكل او عشان طول المدة او عشان الاولاد زي ما قلنا، في النهاية القاسم المشترك كده ان احنا نوجد صيغة للخروج الآمن او الاستمرار الصحي. يعني نمشي بشكل آمن يوفر صحة كده جيدة للجميع، يعني نستمر بشكل صحي يوفر حياة أفضل للجميع. لكن الاستمرار لمجرد بس رضا الناس أو إن إحنا مش عارفين نمشي إزاي لأن إحنا خدنا على العيشة دي وعلى الإطار ده، ده بصراحة شيء مش رايح في أي حتة. وطبعا الرأي الأهم لحضراتكم. أتمنى جدا تشاركوني في الموضوع ده بكتابة رأيكم في الكومنتات.